شراء سيارة في الأردن لم يعد مجرد خيار رفاهية، بل حاجة يومية تواجهها الأسرة بميزانية محدودة وقرارات صعبة. ومع ارتفاع أسعار المركبات والتمويل البنكي والظروف المعيشية الصعبة، يقف المواطن أمام سؤال يبدو بسيطا لكنه يحمل تبعات طويلة الأمد: هل تشتري سيارتك كاش أم تقترض وتدفع أقساطا؟ هنا كانت الإجابات مختلفة، ولكن الهم مشترك. أخذناها يا عمي عن طريق البنك، كمبيالتها كل شهر 315 ليرة، إلنا من لما راح رمضان لها الحين وإحنا بنحط من جيابنا. والله أنا أخذت سيارة أقساط والآن الحمد لله ملكي، ولكن يعني بتعرف الأقساط بتسبب إرهاق على الذات يعني، وبتعمل لك أزمة يعني مالية بينك وبين نفسك وبين مصروفاتك الشهرية، وعلى ذلك أنت ما بتخلص قسط السيارة كامل وإنه نازل ثلثين حقها، وهذه مشكلة. يعني بتدفع 20,000 ممكن تحصل 6-7 آلاف. ماخذ سيارة أنا أقساط عن طريق البنك. والله زادت يعني مش ما طلعت علي بسهولة، يعني تفاجأت يعني بنسبة الزيادة اللي علي. كثيرون يحلمون بسيارة تقلهم إلى العمل وتوفر الوقت والتعب، لكن الواقع المالي يجعل القرار صعبا. أما الفائدة على الأقساط فهي عبء ثقيل يخنق الأردنيين. المواطن لم يشتري سيارته، بل اشترى التزاما شهريا يطول سداده، حيث حلما صغيرا بسيارة أصبح كابوسا كبيرا بفائدة. سيارتي أخذتها كاش 3000 دينار وماشي، وهي ما شاء الله عنها فيها كونديشن وفيها كل شيء. ليش أنا أحط علي مبالغ كبيرة وأظني متورط مع البنوك وأسهر الليل وأنا أفكر بموضوع القروض وموضوع كيف بدي أسد؟ بعيش باللي على قدي وبمشي أمور حياتي. لا طبعا كاش، الحمد لله رب العالمين. أنا البنوك كلها ببعد عنها والحرام كله ببعد عنه. أنا شريت سيارتي كاش، ربا ما بتعامل فيه أنا. بين خيار الدفع الكاش الذي يحتاج صبرا وادخارا وخيار الأقساط الذي يمنحك السيارة الآن لكنه يحملك هما ماليا لسنوات، يبقى القرار مرهونا بقدرة المواطن وظروفه وحلمه بالعجلة دون أن تدوسه الأقساط. السيارة قد تختصر المسافات، لكنها لا تختصر المعاناة. والسؤال اليوم: هل تمتلك سيارة أم تمتلكك الأقساط؟